شيخي الشيخ ماجد البدراوي. يا مرحبا يا مرحبا. فضيلة الشيخ الذي أنار قلبي والله الذي لا إله إلا هو، يعني أود أن أقول فضيلتك إنه أحبك في الله أولا. أحبك الذي فتني فيه، الله يحييك يا شيخ حسن. وأنا دائما أحب أن أنا أسمع يعني خطب حضرتك الرنانة التي تملأ الدنيا نورا وتكون سبب في هداية المسلمين جميعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك. اللهم آمين يا رب. وأن يحييك كلمتك. ربنا وأن يحفظك. يتقبل منا وإياك صالح الأعمال، وأن يستعملنا وإياك في طاعته ومرضاته. اللهم آمين يا رب. وأن يجري الشفاء على يديك. اللهم آمين يا رب. من أبواب الخير. اللهم آمين يا رب. وأن يجعلك مفتاحا لكل خير. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين يا رب. يا مرحبا بالشيخ الشيخ ماجد من العلماء الكبار، من علماء قناة الرحمة الكبار، ربنا رب يحفظه ويبارك فيه، ومن العلماء الكبار في الدقهلية. فضيلة الشيخ يعني اتصال فضيلتك بينا، فيعني استاذن حضرتك ان اسال حضرتك سؤال ويا ريت تجاوبني عليه بعد اذن حضرتك. اتفضل يا شيخ حسن. فضيلة الشيخ يعني ما دور اليقين في الشفاء بالطب النبوي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أحمد الله القائل: وإذا مرضت فهو يشفين. الله أكبر. وأصلي وأسلم أفضل الصلاة وأطيبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. الله أكبر. فالداء بتقدير الملك والشفاء بإرادة الملك. الله أكبر. الله تعالى له داء، ما أنزل الله تعالى داء إلا وأنزل له شفاء. الله أكبر. مرض الآن موجود قد استعصى علاجه على الأطباء، إلا ولهذا المرض دواء موجود في دنيا الناس. الله أكبر. إلا الله تبارك وتعالى قد استأثر بعلمه، وقد أخفى الله تعالى هذا الدواء عن بعض خلقه لأجل قدره الملك جل وتعالى. الله أكبر. لا يمكن بحال من الأحوال أن نتجاهل الله أكبر. أن كل الأدوية حاضرة. الله أكبر. وكل أسباب الشفاء موجودة. الله أكبر. إلا أننا بحاجة والله إلى اليقين. الله أكبر. الذي يحول المستحيلات إلى ممكنات. الله أكبر. ويحيل معه المياه الملحة إلى عذب تراب. الله أكبر. الله أكبر. الأمر يحتاج يا إخواني والله إلى يقين. فكم من إنسان أيقن بربه تبارك وتعالى وأحسن الظن بالله وتوكل على الله وصدق الله فصدقه الله. الله أكبر يا شيخ ماجد. أنت يعني ليس كلاما، ليس شعارا. الله أكبر. الله أكبر. وإنما اليقين في الحقيقة هذا رصيد في القلب. الله أكبر. على الجوارح. الله أكبر. لابد أن يمتلئ قلب الإنسان باليقين أولا، ثم ينضح ما في قلبه على جوارحه. لابد أن يثق الإنسان بربه وأن يعلم العلم أن الله تبارك وتعالى وحده هو الشافي. الله أكبر. كان رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام: رب الناس أذهب بالبأس اشفي أنت الشافي. الله. لا شفاء إلا شفاؤك. الله أكبر. غادر سقمه. ما في اليقين أن تتعامل مع كلام الله ومع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. أن تعلم أن كلام الله حق وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق. هذا سيدنا خالد ابن الوليد الله أكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما تحدى صناديق واحتسى السم أمامهم وقال بسم الله. الله أكبر. ولم يضره. الله أكبر. الذي حمله على ذلك ما كان باعثا اليقين فضل الشيخ وسيدنا اليقين هذا الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الله أكبر لسى خصومه وأعداءه وتحداهم الله أكبر على أن يباهلهم وأن يدخل النار معهم. الله أكبر. كان على يقين وقال والله لو دخلتها لخرجت منها سليما ولو دخلوها. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر يا سيدنا. فاليقين الله أكبر. تعاطى العلاج وأن تأخذ الدواء وأن تعلم أن الشافي في الحقيقة هو الله. هو الله. بغير دواء. أنت يا شيخ ماجد ليس الشفاء بغير أسباب. أي نعم. الله تبارك وتعالى هو القادر. الله تبارك وتعالى هو القادر. الحكيم. الله تبارك وتعالى هو المقدر. وما عليك أيها الحبيب الكريم إلا أن تفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. يا صاحب منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. وإذا قلت فثق بالله وارض به. الله أكبر. الذي يكشف البلوى هو الله. الله أكبر. الله يستخلف بعد العسر ميسرة. الله أكبر. لا تجد عنك فإن الكافي الله. الله والله ما لك غير الله من أحد. الله أكبر. الله في كل لك الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك يا شيخ ماجد. أنت أعجزتني وأنا لن أستطيع أن أتحدث الآن. والله لقد ألجمتني جزاكم الله خيرا. وأن يزودهم بالجمال
اللهم امين. ربنا يحفظكم ويبارك فيك يا رب. الله يعني اسعدت قلبي يا شيخ ماجد، ربنا رب يحفظك ويبارك فيك. الشيخ ماجد البدراوي من العلماء الكبار، ويعني هو مفوه، ويعني له من القصص الطيبة في توبة الشباب يعني قصص كثيرة جدا. فأسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه من كل سوء وأن ينجيه من كل هم وأن يجزيه عنا خير الجزاء. والله لقد يعني أسعدني بهذا الاتصال وأسعد قلبي يا شيخ ماجد. والله نحن نحبك في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في الجنة. اللهم آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. طبعا